الفيفا مش مجرد اكبر منظمه في الكوره، دي الكيان الاضخم والاقوى في عالم الرياضه كله. في اي نقاش رياضي اسم الفيفا دايما محطوط بصفات ثابته، الكيان الاكبر الاغنى والاكثر نفوذا. بس للاسف الكيان الاكثر فسادا برضه. الجدل حوالين نزاهه الفيفا مش لسه جديد، ده صراع واتهامات ماشيه مع تاريخ المنظمه دي. بس اللغز الحقيقي اللي بيحير العالم ازاي منظمه محاطه بكل الشكوك وقضايا الفساد دي مش بس لسه عايشه ومكمله، دي كمان بتحقق نجاح مالي وجماهيري صاحب. فهل الفيفا فعلا عباره عن مملكه فساد ومكنه لطباعه المليارات ما بتقفش، ولا كل اللي بيتقال ده مجرد نظريات مؤامره وحكايات ملهاش اي دليل ملموس؟ ولا اسماء تاريخيه بحجم جواو هافلينج وسيب بلاتر هم فعلا مهندسين الفساد اللي اللعبه لسه بتدفع ثمنه لحد النهارده، ولا دي برضه مجرد حملات تشويه وتصفيات حسابات؟ هل فعلا كاس العالم بيتم التلاعب فيه من وراء الكواليس، من اول بقى اختيارات الدوله المنظمه وبيع حقوق البث والتسويق لحد ما يوصل الموضوع للتلاعب في البطولات نفسها، ولا دي برضه تاليفات صحافه صفراء بتدور على مشاهدات واتنشن؟ والسؤال الاهم في وقتنا الحالي، هل انفنتينو هو الراجل اللي دمر الكره الحديثه وارهقها، ولا هو العقل المدبر اللي نقل اللعبه لمستوى مالي وتنظيمي محدش نسبه ليه اصلا؟ Lo que puedo decir a todos mis amigos de América Central. الفيفا في بدايتها ما كانتش بالشكل اللي هي عليه دلوقتي، كانت منظمه فقيره محدوده الموظفين ومحدوده الفلوس وكمان محدوده في النفوذ والسلطه، حتى ما كانتش بنفس عدد الاعضاء اللي موجود دلوقتي. وممكن نقول انها كانت بتخدم قارتين، اوروبا وامريكا الجنوبيه بس. اسيا افريقيا وبقيه دول العالم ما كانش ليهم راي قوي، كانت مشاركتهم مجرد حاجه صوريه ملهاش معنى حقيقي، الا في حاله واحده وهي الانتخابات على رئيس الفيفا. قانون الفيفا كان بسيط وواضح في موضوع التصويت ده، كل اتحاد عنده عضويه بيساوي صوت في كونجرس انتخاب الرئيس. في جزر في المحيط سكانها ما يعدوش 20,000 بني ادم، بس كان عندهم حريه التصويت وليهم نفس تاثير اي اتحاد من الاتحادات الكبيره. بس ده ما اثرش في موضوع الرئاسه قوي، لان من ساعه تاسيس المنظمه في 1904 لغايه 1974 كان معظم او خلينا نقول كل الموظفين من اوروبا اصلا. بس يا ترى ايه اللي حصل في سنه 1974 وغير القاعده دي، بل كمان غير تاريخ الكره كلها لغايه دلوقتي؟ الفيفا في سنة 1974 كانت داخلة على الانتخابات اللي هتحول مسارها للأبد. الرئيس في الوقت ده كان الإنجليزي ستانلي روس، واللي بقاله 13 سنة في المنصب ده. وروس كان شايف إن الانتخابات الجاية دي مضمونة، كان عنده ثقة كاملة في إن سمعته اللي بناها في 13 سنة كفيلة إنها تكسبه الانتخابات، خصوصا إن أوروبا كلها كانت تقريبا متفقة عليه كرئيس للفيفا. بس اللي روس ما عملش حسابه فيه إن في خطر جاي من بعيد ومحدش واخد باله. الخطر ده كان رئيس الاتحاد البرازيلي وقتها جواو هافلينج، راجل مش مشهور بين الناس بس معروف جدا في مجتمع الفيفا والمجتمع الرياضي عموما وقتها. والأهم انه معروف انه من اذكى الاداريين الرياضيين في امريكا الجنوبيه وقتها، وده اللي هيبان جدا في طريقه تفكيره بعد كده. جواو هافلينج خد القرار، انا هترشح قدام اللي محدش كان يجرؤ على منافسته وقتها، وهقف قدامه وش لوش. معظم رؤساء الاتحادات في اوروبا خصوصا وقتها ما خدوش بجديه، اللي هو مين الراجل اللي جاي من اخر الدنيا وعايز يبقى رئيس علينا ده. بس هافلينج كان عارف هو بيعمل ايه كويس. فاكرين القاعده اللي قلنا عليها في الاول، كل اتحاد عنده عضويه يساوي صوت في كونجرس الفيفا، ودي كانت الثغره اللي دخل منها هافلينج المنصب الرئيس. بس استغلها ازاي بقى؟ بكل بساطه زي ما قلنا، الاتحادات اللي كانت بره اوروبا وامريكا الجنوبيه كانوا متهمشين وقتها، ما عندهمش اي تاثير واضح وحقيقي في القرارات. الراجل ده اخد جوله حوالين العالم، لف فيها اسيا وافريقيا وحتى جزر الكاريبي وامريكا الوسطى، وقدامهم عقود ما بتخلصش ما كانوش اصلا يحلموا بيها. ازود نفوسكم وهوفر لكم الفلوس، هجدد الملاعب وهعمل برنامج لتطوير مستوى الحكام والناشئين. بس الحاجه اللي بجد خلتهم ينتخبوه فعلا انه قال هزود مقاعد كاس العالم واللي هتديكوا فرصه احسن في التاهل، حاجات رؤساء الاتحادات وقتها ما كانوش يحلموا بيها حتى، ودلوقتي هي بين ايديهم بمجرد ما يكون هافلينج رئيس الفيفا بس. يونيو 1974 مدينة فرانكفورت في ألمانيا، الجولة الأولى في الانتخابات، وروس 56 صوت بأغلبية أوروبية وهافلينج 62 صوت. الحاجة دي اللي عملت صدمة في قاعة الانتخاب وقتها، قنبلة نزلت على دماغ روس والأوروبيين. بس لسه هافلينج ما فازش، القانون وقتها بيقول إنه لازم يبقى فيه أغلبية أكبر في التصويت. بدأنا جولة الإعادة، روس 52 صوت بأغلبية أوروبية برضو، وهافلينج 68 صوت. وسط صمت ودهشة روس والأوروبيين احتفل هافلينج برئاسته للفيفا الأول مرة. نقدر نقول ان اوروبا اختارت روس بس العالم اختار هافلينج. بس اللي ما كانوش عارفين وقتها ان اختيارهم ده هيبقى ليه عواقب ضخمه وتاثيرها هيفضل موجود لغايه النهارده. هافلينج كان عنده خطه محدده من قبل ما يكسب الانتخابات، وممكن كمان نسميه حلم. كان بيحلم انه يحول الكوره لمنتج بيتباع، كان بيحلم انه يحول الفيفا من مجرد منظمه اداريه لاضخم واكبر منظمه بتجيب فلوس لغايه دلوقتي. وده اللي بدا فيه من الثانيه الاولى. هافلينج كان شايف حاجه مهمه جدا اللي قبله ما كانوش شايفينها، شايف ان كاس العالم ممكن يبقى حاجه
شخصيه اكبر من بس بطوله ضخمه بيحبها ويتابعها الناس في العالم كله. شاف ان ليه الفيفا بعد كل النجاح اللي بيحققه كاس العالم ده تكون بتاخد فلوس قليله جدا، وده اللي اشتغل عليه هافلينج اول حاجه. بس كان معاه شريك مهم جدا عشان يحقق خطته دي، وهو هورس داسلر ابن مؤسس شركه اديداس، عبقري تسويق واقتصادي ذكي جدا. الراجل ده بعد هافلينج هيبقى اكتر حد اثر في تاسيس النظام المالي اللي ماشي عليه الفيفا لغايه النهارده. هم قرروا انهم يحولوا البطوله لمنتج ويصنعوا صراع بين رعاة وشركات التسويق حوالين العالم كله، وطبعا بزياده المنافسه بتزيد الفلوس. انشأوا شركه اسمها ايس ال. الشركه دي باختصار كانت عباره عن الغطاء الاقتصادي للفيفا. بدل ما الفيفا تتعامل مع منافسه الرعاة وشركات التسويق، هتبيع حقوق للايس ال وهي هتوزع الحقوق دي في العالم كله بين قنوات بث وشركات تسويق. لاول مره من ساعه ما اتعملت الفيفا تعمل كميه الفلوس دي. وطبعا مع النجاح المالي اللي حصل في موضوع كاس العالم، قالوا ليه نطلع فلوس في شهر واحد كل 4 سنين. زود كاس عالم للشباب، كاس عالم تحت 17، وحتى كاس عالم للسيدات. طبعا مش هيحققوا نفس الفلوس، ولكن مكان جديد نقدر ننهب منه، ومع زياده الفلوس وزياده المنافسه زاد الطمع. تحقيقات في سويسرا بعد كده اكتشفت ان كان في كميه رشاوي وعمولات اتدفعت لاداريين في الفيفا عشان ايس ال تقدر تحافظ على عقود الرعايه. وكمان اتحولت الفيفا لمزاد لمين يدفع اكتر. الرشاوي والعمولات بقت حاجه عاديه، وكمان السياسه دي هتستمر مع هافلينج للانتخابات اللي هيخشها بعد كده. سياسه الرشاوي والعمولات وحتى شراء الاصوات. الخلاصه اننا نقدر نقول ان هافلينج مش اكتر شخص فاسد في تاريخ الفيفا، بس هو بالتاكيد اللي حط حجر اساس لمملكه الفساد اللي قايمه لغايه النهارده. قبله الفيفا كانت فقيره ومحدوده الموارد، بعده بقت بتعمل مليارات وفلوس مرعبه. بس السؤال هنا، هل اللي هيجي بعد هافلينج هيكمل في نفس مشواره، ولا هيحاول يصلح الهيكل الاداري ويحاسب الفاسدين؟ والاهم اصلا هو مين اللي هيجي بعده؟ We're starting a press conference. Where is my security? Come on. Come on. Come on. 2026 World Cup. Come on. It makes sense for everyone. Here we go, Seth. That's الإجابة كانت أقرب مما يتخيل أي حد، لأن اللي استلم إمبراطورية الفيفا ما كانش شخص غريب، ده كان الراجل اللي اتربى وكبر جوه المطبخ نفسه، الراجل اللي هندس كل حاجة في الكواليس لأكتر من 20 سنة، جوزيف سيب بلاتر. عشان نفهم عقلية بلاتر لازم ترجع لبداياته. بلاتر عمره ما كان نجم شباك ولا لاعب كرة مشهور، كان آخره يعني بيلعب في دوريات الهواة في سويسرا. بدايته الحقيقية واللي شكلت وعيه كانت بعيدة تماما عن الملاعب. بلاتر كان مدير العلاقات العامة والتوقيت الرياضي في شركة لونجن للساعات. الوظيفة دي علمته أهم حاجة في حياته، إزاي يبني شبكة علاقات معلنة وسرية مع كبار مسؤولي الرياضة واللجنة الأولمبية، والأهم علمته إزاي يظبط وقته ويستنى اللحظة المناسبة عشان ينقض على الفريسة. في سنة 1975 هافلينج جاب بلاتر وعينه مدير تطوير فني في الفيفا. هافلينج كان محتاج عقل تنفيذي سويسري يعرف يدير الشغل اليومي ويستف الورق صح، وبلاتر كان هو التلميذ النجيب. بسرعة جدا بلاتر أثبت ولاءه، وفي سنة 1981 اترقى المنصب الأمين العام للفيفا. المنصب ده خلاه يمسك كل خيوط اللعبة في إيده. هافلينج كان هو الواجهة اللي بتلف العالم وتتصور، بس بلاتر كان هو الدينامو اللي بيدير الصفقات، بيمضي الشيكات، وبيعرف كل اسرار الاتحادات الصغيره والكبيره. لحد ما جت اللحظه الحاسمه سنه 1998، هافلينج بعد ما اكتفى باللي خده من الفيفا قرر يبعد عن الصوره. كرسي عرش الكوره في العالم بقى فاضي. اوروبا كانت شايفه ان ده الوقت المناسب عشان ترجع تسيطر على الفيفا تاني وتطرد نظام هافلينج، ورشحوا رئيس الويفا وقتها لينارد يوهانسن المدعوم من كل القوى العظمى في الكوره. كل التوقعات كانت بتقول ان يوهانسن هيكتسح، بس بلاتر كان ليه رأي تاني وقرر ينزل الانتخابات ضده. ليلة التصويت في باريس سنة 98 كانت واحدة من أفسد الليالي في تاريخ الكورة. التقارير الاستقصائية وشهادات مسؤولين كبار وعلى رأسهم ديفيد يالوب كشفت عن كارثة حصلت في فندق ميريديان في باريس. التقارير بتقول إن في الليلة دي بلاتر وزع أظرف بنية وكل ظرف فيه $50,000 اتوزعت على مندوبين من الاتحادات الإفريقية واتحادات العالم الثالث، والهدف كان واضح، تغيير أصواتهم في اللحظات الأخيرة لصالح بلاتر. تاني يوم الصبح العالم كله اتصدم، بلاتر بيكسب الانتخابات وبيطرد مرشح اوروبا وبيعلن نفسه امبراطور جديد للفيفا. الراجل ده قعد على الكرسي 17 سنه، 17 سنه من السيطره المطلقه. ازاي قدر يستمر كل ده؟ الجواب في اختراع نظام الفساد المقنن. بلاتر استغل قاعده الفيفا الذهبيه ومشي على خطى هافلينج، دوله واحده بيساوي صوت واحد. بلاتر عرف ان صوت المانيا والبرازيل ملوش اي ميزه اضافيه عن صوت جزيره في البحر الكاريبي عدد سكانها ما يعديش عدد سبسكرايبرز توست، او لا احنا لسه 30,000. المهم بدا يوجه 90% من فلوس الفيفا للاتحادات الصغيره
الصغيرة دي. عمل مشروع كبير اسمه جول بروجكت. ظاهريا المشروع ده كان لبناء ملاعب ومقرات للاتحادات الفقيرة في أفريقيا وأمريكا الوسطى، لكن في الحقيقة التحقيقات أثبتت بعد كده إن الفلوس دي كانت بتروح كرشاوي قانونية لرؤساء الاتحادات دي عشان يضمن ولائهم المطلق ليه في أي انتخابات. بلاتر كان عبقري في شراء الولاءات من غير ما يوسخ إيده مباشرة. مثال قوي على ده اللي كان بيعمله مع جاك وارنر رئيس اتحاد الكونكاكاف. بلاتر كان بيديله حقوق بس كاس العالم لمنطقة الكاريبي كلها بمبلغ عبيط، $1 واحد بس. أيوة، حقوق بس كاس العالم $1. وارنر كان بياخد الحقوق دي بيبيعها لقنوات في منطقته بملايين الملايين ويحطها في جيبه، وبلاتر كان بيعمل نفسه مش شايف، والمقابل ان وارنر بيجيب له اصوات ال 35 دوله بتوع الكونكاكاف في اي تصويت. تحت رعايه بلاتر الفساد ما بقاش مجرد حوادث فرديه، ده بقى ثقافه مؤسسيه. لما شركه الاي اس ال اللي هنجيلها بالتفصيل كمان شويه افلست في 2001، المحاكم السويسريه كشفت ان الشركه دي دفعت اكتر من $100 مليون رشاوي وعمولات لكبار مسؤولين الفيفا. ولما سالوا بلاتر وقتها اثبتت المحكمه انه بصفته الامين العام وقتها كان عارف بوجود الرشاوي دي وتستر عليها، بس قدر يخرج منها زي الشعره من العجين بسبب ثغرات في القانون السويسري. وفي كاس العالم 2010 في جنوب افريقيا، تحقيقات وزاره العدل الامريكيه كشفت ان في $10 مليون اتحولت رسميا من حسابات الفيفا في سويسرا لحسابات جاك وارنر تحت غطاء وهمي اسمه دعم الشتات الافريقي. والمبلغ ده كان ثمن الحرفي لشراء اصوات تنظيم المونديال، وكل ده حصل تحت عين وموافقه اداره بلاتر. بس دايما الطمع هو اللي بيوقع الكبار، وبلاتر عمل الغلطه اللي هتكتب نهايته في سنه 2010 لما خد قرار كارثي بانه اعلن عن تنظيم بطولتين كاس عالم 18 و22 للتصويت في نفس اليوم. القرار ده فتح عليه النار لانه خلى اعضاء اللجنه التنفيذيه يبيعوا يشتروا في الاصوات ويبدلوا مع بعض في اكبر سوء تلاعب كروي في التاريخ. التصويت المزدوج ده نتج عنه استبعاد امريكا وانجلترا بطريقه مهينه جدا، ودي كانت الغلطه اللي خلت المخابرات والاف بي اي والعداله الامريكيه تحط الفيفا وبلاتر تحت الميكروسكوب. والضربه القاضيه لبلاتر كانت هتيجي من اقرب الناس ليه. في 2011 ميشيل بلاتيني رئيس الويفا وقتها كان بيهدد عرش بلاتر وناوي ينزل قدامه الانتخابات. فجاه كده بلاتر مضى على تحويل مبلغ 2 مليون فرنك سويسري لبلاتيني من خزنه الفيفا. طيب والمبرر الرسمي؟ دي مستحقات متاخره لبلاتيني عن شغل استشاري شفهي عمله من 10 سنين. طبعا ال 2 مليون دول كانوا رشوه لبلاتيني عشان ينسحب من السباق ويدعم بلاتر، بس الفلوس دي هي اللي هتقطم ظهر الاثنين. 27 مايو 2015 التاريخ اللي الفيفا عمرها ما هتنساه. فغاره فجريه زي اللي بنشوفها في الافلام دي، الشرطه السويسريه بالتعاون مع الاف بي اي اقتحموا فندق بورولاك في سويسرا واعتقلوا 7 من كبار مسؤولين الفيفا بتهم فساد وابتزاز وغسيل اموال. العالم كله كان بيتفرج على امبراطوريه بلاتر وهي بتنهار. بلاتر عانت في الاول وكسب انتخابات سوريه بعدها بيومين، بس تحت ضغط الرعاه والتحقيقات المرعبه اضطر يستقيل بعد 4 ايام بس. النهايه دي كانت قاسيه ومذله للراجل اللي حكم الكوره 17 سنه، اتوقف وطرد من عالم الكوره لمده 6 سنين من لجنه الاخلاقيات في الفيفا، اللجنه اللي هو نفسه كان مؤسسها اصلا. بلاتر خرج من الباب الخلفي، بس الفساد اللي زرعه ما خرجش معاه. الآلة اللي بناها هو هافلينج كانت أضخم من إنها تقف بمجرد القبض على شوية مسؤولين. الفساد كان متجذر في عقود البث، في الرعاة، وفي شركات التسويق الرياضي. ما كانت الرشاوي اللي لسنين كانت لسه مخبية بلاوي أكتر بكتير. البلاوي دي هي اللي هتتكشف لما نفتح الصندوق الأسود الأكبر للفيفا، شركة الاي اس ال وملفات الرشاوي اللي قلبت العالم. فإيه اللي حصل بالظبط في الغرف المغلقة للشركات دي، وإزاي كانت بتدفع ملايين عشان كأس العالم يروح من قارة لقارة؟ The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. الفساد المالي في عقود الرعايه والبث اللي بدا مع شركه اي اس ال كان مجرد تسخين. الكنز الاكبر اللي اعضاء اللجنه التنفيذيه للفيفا كانوا فعلا بيريلوا عليه ما كانش مجرد حقوق بس، ده كان كاس العالم نفسه. مين ينظم البطوله، مين يبني الملاعب، ومين ياخد مليارات الاستثمارات. لحد سنه 2010 الامور كانت ماشيه بنظام الفساد الهادي، بس في السنه دي بلاتر ارتكب اكبر غلطه استراتيجيه في تاريخه، غلطه الطمع اللي فتحت النار على الفيفا كلها. بلاتر قرر لاول مره في التاريخ انه يعمل تصويت على تنظيم بطولتين كاس العالم في نفس اليوم، نسخه 18 ونسخه 22. الهدف المعلن كان الاستقرار واعطاء الدول فرصه كافيه للتجهيز، بس الهدف الحقيقي في الغرف المغلقه كان مختلف تماما. زي ما قلنا، خطه بلاتر الاصليه كان ان روسيا تنظم 2018 وامريكا تنظم 2022، كده يرضي المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، وده كمان هيخليه يضمن فلوس الرعاة الكبار من الناحيتين والكل يبقى مبسوط. لكن في يوم 2 ديسمبر 2010 في زيورخ الخطه دي خرجت عن السيطره والتصويت اتحول لاكبر مزاد عالمي في تاريخ الرياضه. خلينا نبدا بملف 2018. روسيا كانت بتنافس ملفات مرعبه وعلى راسهم طبعا انجلترا، والانجليز ساعتها كانوا واثقين من الفوز لدرجه انهم جابوا الامير ويليام وديفيد كاميرون وديفيد بيكهام عشان يراجعوا الملف ده في سويسرا، بس النتيجه كانت
كانت صدمه مهينه. انجلترا خرجت من الجوله الاولى بصوتين بس، وواحد منهم كان صوت مندوبهم اصلا. هنا الانجليز عرفوا ان اللعبه دي كانت محسومه تحت الترابيزه. التقارير والتسريبات الصحفيه اللي ظهرت بعد كده اشارت بوضوح لتدخل المليارديرات الروس او الاوليغارشيا بتقولهم المالي. التقارير دي كشفت عن هدايا نادره اتوزعت على بعض اعضاء اللجنه التنفيذيه، وفي صحف قالت انه تم اهداء لوحات اصليه لبيكاسو لعدد من الاعضاء مقابل اصواتهم. والمضحك في الموضوع ظهر بعدين لما الفيفا اضطرت تفتح تحقيق رسمي. المحقق الامريكي مايكل جارسيا طلب اجهزه الكمبيوتر الخاصه بلجنه الملف الروسي عشان يراجعوا الايميلات. الرد الروسي كان عبقري في بساطته، قالوا الاجهزه دي كانت متاجره ورجعناها للشركه، والشركه فرمطت ودمرت كل الاجهزه ومفيش ايميل واحد فضل موجود. بس اذا كانت قصه روسيا خلتنا ننبهر بالفساد، فقصه 22 كانت القنبله اللي فجرت الفيفا. ملف قطر كان بيواجه تحديات مستحيله على الورق، بلد مساحتها صغيره، درجه الحراره في الصيف بتوصل لل50 وبنيه تحتيه كرويه لسه بتتبني من الصفر. التقرير الفني للفيفا نفسه صنف الملف بانه عالي المخاطر. ازاي بقى ملف بالشكل ده قدر يتفوق على امريكا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبيه؟ السر كان في التحركات اللي حصلت في الكواليس. التقارير وتحديدا الوثائق المسربه اللي نشرتها صحيفه ساندي تايمز سلطت الضوء على دور محمد بن همام رئيس الاتحاد الاسيوي وقتها. التسريبات دي اتهمت بن همام بانشاء صناديق ماليه سريه ودفع حوالي 5 مليون دولار في شكل هدايا ورشاوي للمسؤولين، خصوصا طبعا في افريقيا وامريكا الوسطى عشان يضمن ولائهم. الفلوس دي كانت بتدخل احيانا تحت مسميات شيك زي دعم مشاريع التطوير الرياضي مثلا، لكن الضربه القاضيه اللي قلبت الموازين ما كانتش في افريقيا، دي كانت في فرنسا. الماستر بيس حصل قبل التصويت بايام قليله وتحديدا في نوفمبر 2010. ميشيل بلاتيني رئيس اليويفا وقتها كان مدي كلمه لبلاتر والامريكان انه هيصوت لملف امريكا 22. فجاه بلاتيني جات له دعوه في قصر الاليزيه الرئاسي من الرئيس الفرنسي وقتها نيكولا ساركوزي. لما بلاتيني دخل القاعه اتفاجئ بوجود الشيخ تميم بن حمد ولي عهد قطر على نفس الترابيزه. في الغدا ده التقارير بتاكد ان ساركوزي طلب من بلاتيني صراحه كده انه يغير صوته ويدي الاصوات الاوروبيه لصالح قطر، وبرر ده بالمصالح العليا لفرنسا. بلاتيني استجاب واخد معاه 4 اصوات اوروبيه. ال4 اصوات دول هم اللي سحبوا البساط من امريكا ووجهوا كاس العالم للشرق الاوسط. طبعا الموضوع ما كانش مجرد حب في الكوره، بعد فوز قطر على طول العالم شاف صفقات جيوسياسيه وتجاريه بمليارات الدولارات. قطر اشترت نادي باريس سان جيرمان اللي كان بيعاني وقتها من ازمات تقيله قوي، وهو بالمناسبه النادي المفضل لساركوزي. وبي ان سبورتس دخلت فرنسا وحطت فلوس بالهبل عشان ينقذوا بيها الدوري الفرنسي ويوقعوا صفقات اسلحه ضخمه جدا بين البلدين. الكوره هنا اتحولت لسياسه واقتصاد على اعلى مستوى، بس الفساد ده ما كانش هيكمل من غير ادوات تنفيذه، وهنا يظهر الجشع اللي اسقط الامبراطوريه دي في النهايه. وسط الصفقات دي كشفت اسماء مرعبه في اللجنه التنفيذيه، ابرزهم ثنائي اتحاد الكونكاكاف جاك ويرنر من ترينيداد وتوباجو والامريكي تشاك بليزر. وبليزر ده كان معروف بالاوساط بلقب مستر 10%. راجل كان بياخد عموله من اي هوا بيدخل الفيفا، لدرجه انه وصل لمرحله انه اجر شقه كامله في برج ترامب في نيويورك عشان يقعد فيها قططه، والكلام ده طبعا كان على حساب الفيفا والكونكاكاف. وورنر بقى كان بيطلب الفلوس في صوره كاش مباشر او تحويلات لحساباته. العالم كان بيشوف الفيفا بتنظم بطولات وبتتكلم عن اللعب النظيف، وفي نفس الوقت اوض فنادق ال5 نجوم في زيورخ كانت بتدار زي مقرات المافيا بالظبط. رشاوي في اظرف، ابتزاز سياسي، وبيع لاهم بطوله في التاريخ. الفيفا حاولت تلم الفضيحه تحت ضغط الاعلام، وعانت المحقق الامريكي المستقل مايكل جارسيا عشان يحقق في تصويت 18 و22. جارسيا قعد يشتغل وطلع تقرير مرعب من 430 صفحه بيفضح فيه كل تفصيله في الفساد ده. عملت الفيفا رفضت تنشر التقرير، وبدل ما تعلن الحقيقه كلفت قاضي الماني انه يعمل ملخص من 42 صفحه بس، ملخص بره الكل، وقال ان الانتهاكات دي ما توصلش لسحب التنظيم من اي دوله. جارسيا قال لك عليا وعلى اعدائي واستقال علنا وفضح تلاعب الفيفا بتقريره. الاستقاله دي مع غضب امريكا من خساره تنظيم 22 خلت الاف بي اي ووزاره العدل الامريكيه يقرروا التدخل بكل تقولهم. نقدر نقول ان الفيفا فتحت ابواب الجحيم على نفسها باللي عملته في ملف كاس عالم 18 و22. الجحيم اللي حط 30 من كبار اداريين الفيفا على لائحه اتهام الاف بي اي سنه 2015. والمصيبه انها كانت بادله وتسجيلات صوتيه طالعه من جوه اوض اجتماعات الفيفا الرسميه. بس ثانيه واحده، هو ايه اللي وصل الاف بي اي لاجتماعات الفيفا اصلا؟ الموضوع بدا قبل 2015 بسنين. الاف بي اي ووزاره الضرائب الامريكيه كانوا بيحققوا في قضيه فساد محتمله في اتحاد الكونكاكاف. وسط التحقيقات دي اكتشفوا سنه 2011 ان رئيس الاتحاد وقتها اللي هو تشاك بليزر متورط في قضيه تهرب ضريبي تقيله كفيله انها تطيره من منصبه وتدخله السجن سنين محترمه. وهنا المشهد اتقلب كانه فيلم عن المافيا. الامريكان خيروه بين سكتين، الاختيار بينهم ما كانش صعب ابدا، المحاكمه والسجن ولا تشتغل معانا، وطبعا اختار انه يشتغل معاهم. كل اللي طلبوه منه كان بسيط، يحط واير او جهاز تسجيل مخفي ويحضر اجتماعات الفيفا عادي جدا زي ما بيعمل. من الاخر ارجع لحياتك الطبيعيه، بس كل كلمه هتتقال على الترابيزه هتبقى دليل. وده اللي بليزر نفذه بالحرف. انت متخيل اداري اتحاد قاري وواحد
من اهم حيتان الفيفا بيقعد في اجتماعاتهم ويسجل كل حرف بيتنطق. حرفيا كان شغال مخبر الاف بي اي، والموضوع ما خلصش في اجتماع او اتنين. بليزر فضل شغال مخبر لمده 3 سنين ونص تقريبا. 3 سنين ونص قابل فيهم المحققين 19 مره على الاقل. في كل مقابله كان بيسلموا مستندات، ايميلات، اسامي كل المتورطين، والاخطر انه شرح لهم بالتفصيل طريقه عمل الفساد جوه الفيفا عامله ازاي. وبعد كل ده جابوه المحكمه سنه 2013 عشان يعترف بالتهم اللي عليه. محاكمه سريه تماما من غير صحافه ولا جمهور. بليزر اعترف بكوارث تهريب ضريبي، غسيل اموال ورشاوي. بس الاعتراف الأهم والأخطر لما قال كده بالحرف: أنا وآخرون من أعضاء اللجنة التنفيذية وافقنا على قبول رشاوي مرتبطة باختيار الدولة المستضيفة لكأس عالم 98، وكذلك رشاوي مرتبطة بملف جنوب أفريقيا 2010. الاعتراف ده غير كل حاجة. دي تعتبر أول مرة الفساد يتكشف بالحجم المرعب ده في تاريخ الفيفا كله. دي كانت صدمة زلزلت الكيان، بس دي كانت مجرد أول خيط. يوم 27 مايو سنة 2015 الساعة 6 الصبح، المكان مدينة زيورخ في سويسرا، وتحديدا فندق باور ولاك. مسؤولين الفيفا كانوا بيستعدوا لمؤتمر جديد، وفجأة صوت عربيات البوليس بيقتحموا دور الأوض. مداهمة واقتحام من قوات الشرطة السويسرية بطلب مباشر من وزارة العدل الأمريكية. يومها اتقبض على 7 من كبار مسؤولين الفيفا من جوه الفندق بس. تخيل إن حيتان الكورة دول في منهم اللي غطى دماغه بملاية سرير بيضة وهو خارج في محاولة إنه وشه ما يبانش للكاميرات. المهم بعد التحقيقات المبدئية القضية كبرت جدا. صدرت لائحة اتهام أكبر ضمت 16 مسؤول. وزارة العدل الأمريكية وصفت القضية بإنها شبكة فساد استمرت 24 سنة متتالية، وارقام الرشاوي والعمولات فيها وصلت ل 150 مليون دولار. وفي شهر ديسمبر لائحة الاتهام وسعت علشان تضم 40 مسؤول من الفيفا وشركات التسويق المختلفة. والاهم ان الارقام الحقيقية المكتشفة بقت اضخم بكتير. بس هنا لازم نسأل، هو ازاي يدفع رشاوي وعمولات باكتر من 150 مليون دولار؟ هو لو الرشاوي بالرقم ده، امال الفلوس اللي بيطلعوها عاملة ازاي؟ And now it is the moment that the whole of Spain is watching. Spain. عشان يبقى عندنا فكرة عن حجم وكمية الفلوس اللي الفيفا بتخرجها، محتاجين نعرف معلومة مهمة جدا، وهي إن في توقعات ميزانية الفيفا لفترة كأس العالم بس كانت 11 مليار دولار أمريكي. التوقع ده مش تحقيق صحفي ولا اجتهاد شخصي، ده من موقع الفيفا الرسمي. متخيل إن المنظمة بتتوقع الربح ده بالفلوس دي خلال فترة مدتها شهر؟ الفلوس دي بتمثل تقريبا 40% من دخل الفيفا آخر 4 سنين أساسا. نقدر نقول إن كأس العالم اللي بيتلعب في شهر واحد بيصرف على المؤسسة لمدة 4 سنين متتالية. ولو جيت تشوف مصدر الدخل المرعب ده هتستغرب. اصل الفيفا ما بتمتلكش انديه ولا دوريات ولا ملاعب، هي كل اللي بتمتلكه شعار وبطوله وسبوبه كبيره اسمها كاس العالم. كاس العالم اللي مع الوقت اتحول لاغلى منتج في تاريخ الرياضه، واللي خلى الفيفا ما تحاولش تعمل منتجات وتسوقها، عشان هي مش بتبيع منتج، هي بتبيع الحدث نفسه. الحدث اللي العالم مستعد يدفع مليارات عشان بس يشوفه. بس السؤال اللي بجد هو ازاي يتبنى هيكل اقتصادي قادر يطلع الفلوس دي كلها؟ الحقيقه هي ان في كذا مصدر للفلوس دي، بس اكبرهم واهمهم هي حقوق البث. بس هو الموضوع ده بيمشي ازاي؟ بكل بساطه، في كل كاس عالم الفيفا بتدي حقوق البث كلها لشركه واحده، واللي هي كانت لغايه بدايه الالفينات شركه الاي اس ال زي ما قلنا في الاول. والشركه دي بعد كده بتاخد حقوق البث تتوزعها بين كل منطقه جغرافيه في العالم، وتدي للفيفا طبعا حته من التورته. ده غير الفلوس اللي هي دفعتها في الاول عشان تاخد الحقوق، وغير الرشاوي اللي كانت بتدفع عشان نحافظ على العقود. وانتوا بقيتوا فاهمين بقى السيستم ده بيمشي ازاي. المهم ان في كل منطقه بتحصل مزادات بارقام مرعبه على الماتشات دي. مثلا الشرق الاوسط بي ان بتدفع ارقام ضخمه جدا عشان تحافظ على حقوق بس كاس العالم، بس مش بيبقى ليها منافس هنا قوي. على العكس تماما في امريكا واوروبا وامريكا الجنوبيه اللي بيحصل بينهم مزادات توصل ارباح الفيفا من بث كاس عالم 26 بس 4 مليار دولار. 4 مليار دولار عشان بس النقل التلفزيوني. كل ماتش احنا بنشوفه اتدفع فيه ملايين قبل حتى ما يتلعب، وعشان كده الفيفا بتوفر حمايه تقيله قوي لاي حاجه ليها علاقه ببث الماتشات. اي لقطه، اي صوره، اي حاجه حرفيا الفيفا ما خدتش فيها فلوس بتتمسح خلال دقايق من نشرها. واحنا هنا في توست كان لينا تجربه مع الموضوع ده، يعني نتمنى ما نشوفهاش تاني. بس مع كميه الحمايه والفلوس دي، حقوق البث بتمثل 40% بس من دخل الفيفا في كاس العالم. بس في مصدر فلوس تاني مهم ومهم قوي كمان، وهو بكل بساطه الشركات الراعيه. عمرك سالت نفسك احنا ليه بنشوف شعارات كوكاكولا وفيزا واديداس في كل حته في الملعب في كل ماتش حرفيا؟ السبب ببساطه هو ان الشركات دي دفعت ارقام غريبه ومرعبه عشان بس تاخد حقوق الرعايه. الموضوع بالنسبه للشركات دي مش مجرد ان اللوجو والاسم يبقوا موجودين
موجودين عشان الدعايه. الفكره ان اسم الشركه يبقى مرتبط بكاس العالم، دي لوحدها كده بتجيب فلوس بالهبل للشركه. بالظبط زي ما الفيفا بتعمل مع قناه البث، نفس الكلام مع الرعاة، حمايه مكثفه ما تخرش الميه، حمايه لدرجه وصلت لمواقف غريبه وتضحك ساعات، بالظبط زي اللي حصل في ملعب من ملاعب كاس عالم 26. ملعب ليفايز ستاديوم في سانتا كلارا كان واحد من ملاعب البطوله، بس المشكله في ان شركه ليفايز نفسها مش راعيه للبطوله. فيفا قررت انها مش هتعدي الموضوع، حرفيا غطت اسم الشركه اللي على الملعب من بره بغطاء ابيض، فحركه طفوليه وعبيطه شويتين. لكن الفيفا كانت صارمه وقالت مفيش اسم غير اسم الرعاة هيظهر، وحتى الشركه قررت تحول الموضوع ده الماركتنج ليها وغيرت صوره بيدج الانستجرام بشكل اللوجو هو متغطي. والحكايه دي رغم انها ما حققتش اللي الفيفا كانت عاوزاه، بل العكس تماما، بس تبين لك قد ايه الفيفا صارمه وما بتهزرش لو الموضوع جه ضد مصالحها. الحقيقه ان بجانب المصدرين الاساسيين اللي هم فلوس الرعاة وفلوس حقوق البث، الفيفا كمان بتلعب كذا لعبه من تحت لتحت بتجيب لها فلوس كتير، منهم مثلا التذاكر، واللي الفيفا مش بتبيعهم بسعر ثابت ومعروف لكل ماتش في كاس العالم، بل الموضوع بقى اشبه بالسوق السوداء اصلا، كل ما الطلب يزيد كل ما السعر يزيد. في تذاكر وصلت في كاس العالم ل $2000 لاقل كرسي في المدرجات، وكل ده علشان الطلب عالي على التذاكر. حاجه كمان مش معروفه قوي، وهي ان الفيفا اصلا معفاه من الضريبه وبتاخد معظم الارباح الاتجاريه، يعني بتدخل فلوس كتير من غير ما تدفع حاجه تقريبا، وده اللي بيضاعف ارباحهم بشكل مرعب. تخيل انك بتاخد مرتبك كل شهر عادي، بس مش مطلوب منك تدفع فواتير اي حاجه. بس الحركه اللي فعلا نقدر نعتبرها اكبر سبوبه في تاريخ كاس العالم هي زياده عدد المقاعد ل 48 في كاس العالم ده، بقى له كمان في فرصه انهم يوصلوا ل 64 منتخب في 2030. بس هو الفيفا بتعمل كل ده من باب نشر اللعبه صح؟ لا مش صح، ماتشات اكتر يعني حقوق بث اكتر يعني فلوس رعاة اكتر بكتير. من الاخر كل حاجه هتزيد الضعف. قرار من بره يخليك تقول انه يا سلام بقى تحسين شكل البطوله وتطويرها والكلام ده ممكن تتفهم بالطريقه دي فعلا، بس القرار ده لما يخرج من واحد زي انفانتينو يخليك تقول العكس تماما. الراجل اللي المفروض تعد صوابعك بعد ما تسلم عليه اكيد تفكيره ما كانش بالبساطه دي. Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. في 2016 وبعد زلزال الاعتقالات اللي ضرب مقر الفيفا، العالم كان مستني المخلص، وهنا ظهر جاني انفانتينو، الراجل الاقرع اللي بيضحك على طول اللي كلنا كنا عارفينه من سحب كور قرعه دوري الابطال. انفانتينو استلم الكرسي بوعد صريح قاله قدام الكاميرات: هنرجع الفيفا للنزاهه والشفافيه. بعد حوالي 10 سنين من الوعد ده، هل فعلا حصل اصلاح ولا كل ده كان مجرد تغيير اشخاص وخلاص؟ عشان نكون منصفين، انفانتينو نجح انه ينقذ الوضع المالي للفيفا بعد فضيحه 2015. الايرادات في عهده وصلت لارقام قياسيه وتاريخيه، وسع بطولات السيدات، دعم الفار بقوه لحد ما بقى واقع، وخطط ونفذ فكره مونديال 48 منتخب. بس هنا بتبدا الانتقادات، لان الفساد يمكن ما بقاش في شكل اظرف كاش تحت الترابيزه، لكنه اخد شكل تاني اخطر وهو تركيز السلطه. انفانتينو حط كل خيوط اللعبه في ايده، بدا يزود الفلوس للاتحادات القاريه والمحليه بارقام كبيره جدا، وده ضمن له ولا انتخابي اعمى، وبرضه غير اللوائح بطريقه تسمح له بانه يفضل في السلطه لفتره اطول. والنتيجه ان ما بقاش في اي منافسه حقيقيه على كرسي الرئاسه، وبقى بيكسب بالتزكيه، وحتى قانونيا ما قدرش يبعد عن الشبهات. القضيه الجنائيه الاهم والاخطر في عهده كانت اجتماعاته السريه مع المدعي العام السويسري اللي كان بيحقق في قضيه فساد الفيفا القديمه. لما الصحافه فجرت الكارثه دي، التحقيق الجنائي اتفتح فعلا، والمدعي العام اضطر يستقيل من منصبه. صحيح ان القضيه اتقفلت بعد كده وما توجهش لانفانتينو اي ادانه وخرج منها قانونيا بريء، لكن القضيه دي اثارت تساؤلات كبيره ومرعبه عن استغلاليه اداره الفيفا وتدخلها في القضاء. ووسط كل ده، اداره الفيفا اعلاميا بقت عباره عن مهزله، واكبر دليل هو كلامه قبل المونديال 22 لما طلع يقول: Today I feel Qatari. Today I feel Arab. في محاولة منه لاصطناع التعاطف خلت العالم كله يتريق عليه. ولما نبص على كاس عالم 26 مش هنلاقي قضية فساد جنائية أو رشوة مثبتة خاصة بملف التنظيم، بس الجريمة هنا في حق الكرة نفسها. الانتقادات كلها بتدور حوالين تحويل البطولة لمنتج تجاري بحت، أصل زيادة عدد المنتخبات معناها زيادة عدد الماتشات، وده معناه إرهاق وحرق اللعيبة أصلا. بس في المقابل طبعا فلوس أكتر للفيفا. البطولات اتحولت لمنتج تجاري أكتر من كونها منافسة رياضية. القطر وقع لأنه اتهم بأنه باع أصوات الفيفا، أما انفانتينو ما باعش الأصوات، بس حول الفيفا لشركة عملاقة هدفها الأول تعظيم الأرباح حتى لو كان الثمن إرهاق اللعبة نفسها. النهاردة انفانتينو بيبان في الصورة كأنه المنقذ، بس مين عارف، يمكن أول ما يستقيل ويسيب الكرسي التحقيقات تتفتح ونكتشف إنه كان أخطر من بلاتر بكتير.
طول ما انت بتتفرج على الحلقه دي اكيد سالت نفسك سؤال واحد: مين هو الشرير الحقيقي في القصه دي؟ في الاول ممكن تقول هافلينج هو اللي فتح الباب، بعدين ترجع تقول لا، ده بلاتر هو اللي اسس مملكه الفساد دي، ولما تسمع جاك وارنر ومحمد بن همام وميشيل بلاتيني هتقول بس هم دول العصابه، لحد ما نوصل في النهايه لجاني انفانتينو. بس الحقيقه اللي بتصدم فعلا ان المشكله عمرها ما كانت في الاشخاص، المشكله الحقيقيه كانت في النظام نفسه. لو بصيت للصورة من بعيد شوية هتلاقي إن كل واحد فيهم لعب دور محدد في بناء المنظمة دي. هافلينج حاول الفيفا الإمبراطورية مالية ملهاش حدود، بلاتر أتقن لعبة شراء الولاءات وبقى شبكة معقدة، أعضاء اللجنة التنفيذية حولوا أصواتهم لسلعة بتتباع للي يدفع أكتر، والحكومات والدول الكبيرة دخلت اللعبة بكل تقولها لأنهم فهموا إن كأس العالم ما بقاش مجرد بطولة، ده بقى مشروع سياسي واقتصادي بيغير خريطة الدول. المفارقة بقى إن بعد سقوط كل الأسماء دي وبعد ما المباحث الفيدرالية اقتحمت الفنادق وقبضت على حيتان وسكنتهم، المؤسسة نفسها فضلت موجودة مكملة وواقفة على رجليها وبتكسب فلوس أكتر من الأول. وهنا احنا مش بنجاوب، احنا بنسأل السؤال الأهم: هل الفساد انتهى فعلا من الفيفا ولا الفساد بس غير شكله؟ الكورة هي اللعبة الأجمل والأكثر شعبية في العالم كله، في اللحظة اللي بتسمعني فيها دي في ملايين الأطفال بيجروا ورا كورة في الشوارع، وكلهم بيحلموا بلحظة واحدة: كأس العالم. بس البطولة اللي بتوحد العالم كل 4 سنين كانت دايما ورا الكواليس ساحة قذرة لصراع النفوذ والسياسة والمال. التاريخ بيقول إن أسماء كتير لمعت وأسماء أكتر راحت في السجون، لكن بجد بقى السؤال الحقيقي مش مين اللي وقع، السؤال: هل اتعلمت الفيفا الدرس؟ لأن في النهاية الفساد مش بيعيش بسبب الأشخاص، الفساد بيعيش لما بيكون النظام نفسه قادر ينتج شخص جديد كل ما الشخص القديم يقع. وبس كده، في الآخر ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب والحياة الحلوة دي، ويلا سلام.